بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكم سبور وين ما كنتم. انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 بمقر ولاية بن عروس الجلسة الأمنية الخاصة بمباراة الديربي التي يستضيف فيها النادي الإفريقي منافسه الترجي الرياضي في إطار منافسات الجولة الثالثة إياب مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والمبرمجة يوم الأحد 2 جوان بملعب حماد العقل ببرادس بداية من الساعة 7 مساء. وقد تقرر السماح بدخول 27,000 مشجع من جانب النادي الإفريقي بما في ذلك أصحاب الاشتراكات البالغ عددهم 10,000 محب. الترجي ينطلق في التحضيرات اليوم بعد راحة بيومين كامل المجموعة على ذمة الإطار الفني، ولكن ثم عائق وحيد تقريبا أمام مدرب الترجي الرياضي التونسي وهو التعويل على 4 أجانب فقط. نعرف أن قانون البطولة ما يسمحش بالتعويل على كل الأجانب، دوزو مطالب باختيار 4 أجانب فقط لهذه المباراة. مع ديربي كرة القدم أنتم على موعد مع ديربي كرة اليد، وهذه المرة سيكون في نهائي كأس تونس واللي باش يتلعب يوم السبت 1 جوان 2024 في قاعة رادس انطلاقا من الساعة 5 مساء. وبعد الاجتماع الأمني الذي يسبق المباراة تقرر منح 1000 تذكرة لكل فريق، يعني 1000 تذكرة للإفريقي و1000 تذكرة للترجي الرياضي التونسي. وما دمنا نتحدث عن كرة اليد وبعد الموسم الاستثنائي للترجي وتحقيق اللقب الإفريقي والبطولة في انتظار تحقيق الثلاثية والفوز بلقب الكأس، الترجي يحقق عديد الأرقام المبهرة بعد أن أنهى الموسم ب0 هزيمة. أبناء السوبكي انفردوا بإنجاز أقل قيمة وفحواه تحقيق 41 فوز خلال الموسم الرياضي، وهو رقم يدل على قيمة المجموعة وتفوقها باستحقاق كل الفرق المنافسة، وهذا ما يفسر التميز لهذا الفرع. في موضوع آخر، تخطط إدارة الترجي لتقوية صفوف الفريق بنجوم جدد خلال الميركاتو الصيفي، وهو ما أكده وليد قرفال الناطق الرسمي للترجي في برنامج ليميسيون في الترجي بلوس، حيث أكد على القيام بالانتدابات بعد تحديد النقاط من قبل الإطار الفني وتحسبا لمنافسات الموسم الجديد الذي سيخوض فيها الفريق عدة مسابقات محلية وخارجية من بينها دوري أبطال إفريقيا والدوري الإفريقي لكرة القدم وكأس العالم للأندية. ومن أبرز الأسماء التي حصل حولها الإجماع من قبل جماهير الترجي النجم سعد بقير الذي قدم مستويات قوية مع نادي أبها السعودي طوال السنوات الأخيرة، وتراجع وقت لعب بقير خلال الموسم الحالي بحكم خروجه من حسابات مدربه الجنوب افريقي موسيماني. وشارك سعد بقير في 29 مباراة خلال الموسم الحالي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسمة. ويرتبط اللاعب صاحب 30 عام بعقد مع أبها يمتد حتى عام 2025، كما تبلغ قيمته التسويقية حوالي 2.8 مليون أورو حسب ترانسفير ماركت. يذكر أن سعد بقير سبق له أن حمل قميص شيخ الأندية التونسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019، وشارك معه في 120 مباراة، سجل خلالها 30 هدف وأهدى 16 تمريرة حاسمة. إذن متابعينا الكرام، هذا المطلب نتاع الجماهير حاليا وهو عودة سعد بقير، خاصة أنه يعاني في مشاكل مع الإطار الفني، وكذلك فريق أبها السعودي يعني بصفة رسمية يسقط إلى الدرجة الثانية السعودية. هذه حاجات ممكن تخلي سعد بقير يرجع للترجي الرياضي التونسي، خاصة أنه عبر في وقت سابق على استعداده للعودة للترجي الرياضي التونسي في أي وقت استحقه الفريق حسب ما صرحوا، وقالوا وين مش يكلموني المسؤولين باش يكون حاضر وموجود. يمكن الإشكالية الوحيدة أمام سعد بقير في العودة للترجي الرياضي التونسي في الوقت الحالي هو عقده اللي مازال يتواصل مع أبها السعودي، وخاصة يعني القيمة التسويقية العالية متاعه. كل شيء ممكن، ما فما حتى شيء رسمي باش نأكد لكم المعلومة هذه، ما فما حتى شيء رسمي بين الترجي وسعد بقير، ولكن كل شيء يبقى وارد، كل شيء ممكن سعد بقير يجي على سبيل الإعارة، ممكن يعني يفسخ عقده مع أبها السعودي، يمكن زاد يواصل في السعودية وينتقل للفريق آخر، لأنه موجودين عروض بصراحة للاعب هذا، لأنه كما قلنا قدم مستويات محترمة مع فريق أبها السعودي طيلة السنوات الماضية. دونك عودة سعد بقير للترجي الرياضي التونسي كما هي ممكنة، زادة كما تكون صعيبة، ولكن يبقى كل شيء وارد وكل شيء ممكن في نفس السياق. وكما أشرنا سابقا، من المنتظر وبعد نهاية الموسم الحالي قيام المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو بغربلة الرصيد البشري، والنية تتجه للتخلي على عدة أسماء، كما أكدت مصادر داخل الفريق العاصمي على رغبة كاردوزو في استعادة خدمات معتز الزدام، والذي تألق مع النادي المصري البورسعيدي خلال الشطر الثاني من الموسم الحالي، والذي انتقل خلاله على سبيل الإعارة للفريق المصري. أما أن الفريق المصري يرغب بشدة بتفعيل بند شراء اللاعب بصفة نهائية واستعداده لدفع الشرط الجزائي والذي يبلغ قيمته قرابة 300,000 دولار. كما استقر كذلك كاردوزو على بقاء 4 لاعبين أجانب في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، وهم أولو توغاي يانساس ورودريغو رودريغاز. إذا المتابعين الكرام،
متابعي بكام سبور، هذه أهم وآخر الأخبار اللي تخص الدرج الرياضي التونسي اللي تلقاوها ديما على قناتكم بكام سبور. فنوصيكم ديما على دعم القناة، خاصة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد.